فريد ما إن تم تعيينه في شركة كبيرة اتصل بحبيبته للانفصال عنها. اسمعي، أصبح لدي منصبا جيدا ولذا لم تعودي من مستواي، فلتبحثي عن شخص فقير مثلك. فانجرحت وأصيبت بالاكتئاب. ابنتي، بقاؤك في البيت سيزيدك هما، فلتبحثي عن وظيفة تشغلك. حاولت جاهدا الحصول على عمل، وبما أنها لا تحمل شهادة لم يتم قبولها إلا كعاملة نظافة. وفي يوم وهي تقوم بعملها لاحظت شاب وسيم يسترق النظر إليها. إنه صاحب الشركة. تطورت العلاقة بينهما، وبعد أشهر من الإعجاب والغرام تزوجها. وفي إحدى الأيام دخل فريد إلى المطعم لحضور اجتماع مع أعضاء الشركة التي يعمل بها، إذ به يتفاجأ برؤية حبيبته السابقة هناك. مريم، يا لها من الصدفة جميلة، أكيد أنت لست زبونة، من الواضح أنك عاملة هنا. على كل هذا أفضل من بقائك في البيت عاطلة عن العمل. لا، أنا زوجة رئيسك في العمل، وأنت مطرود وقد أصبحت أنت العاطل عن العمل.